ملي كتشوف السبيطارات في مراكش اليوم كيضيق عليك قلبك، ولكن في واحد الوقت نفس هذه المدينه كانت كتعطي دروس في الصحه والكرامه للعالم كامل. ثلاثه الاسئله على وجه اخر ديال مراكش غادي يخليوك تفهم علاش المراكشيين الناس ديال الخير. هاد البلاصه في مراكش قبل ما تولي فضاء ثقافي شكون كان كيتعالج فيها؟ بنادم، بلارج، طبيبت. والجواب الصحيح هو بلارج. دار بلارج في مراكش، هاي سمعتيني مزيان، كيداويو فيها بلارج لاسيغون. ونزيدك كان ديك الساعه داك السيستم ديال الوقف، الناس اللي ميسورين كانوا كيوصيو بواحد الجزء من الفلوس ديالهم للدار باش يتكلفوا بالعلاج ديال بلارج والماكله ديالهم. يعني في مراكش حتى بلارج كانت عنده القيمه. في القرن 12 سبيطار يعقوب المنصور في مراكش، المريض اللي ما فحالوش ومنين كيتشافى كيبغي يخرج شنو كانوا كيعطيوه؟ حوايج نقيه، فلوس باش يرتاح ويقلب على خدمه، دواء يكفيه مده 3 شهور. والجواب الصحيح هو فلوس باش يرتاح ويقلب على خدمه. الفقير ملي كان كيخرج ماشي غير كيعطيو اوردونونس ولا الدواء، كانوا كيعطيوه فلوس باش يعيش بكرامته وما يرجعش يخدم ديريكت ويتعذب. ديك الوقت الصحه ماشي غير المرض يمشي، هي حتى الكرامه تبقى. والسؤال الاخير هاد المره غادي نخليه لكم، زاويه سيدي بلعباس في مراكش شكون كان عنده مكانه خاصه في الرعايه والماكله؟ الشرفه، المكفوفين والفقراء، طلبه العلم. كتب الجواب في الكومونتير، وكما ديما قول لي السكور ديالك والسلام عليكم.